السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه مع يسرى. الوصفه ديال اليوم سهله والمكونات ديالها غير مكلفه وكتعطي نتيجه رائعه ومضمونه 100%. غنشارك معكم طريقه التخلص من الشعر الزائد، يعني شعر الجسم باكمله، اي منطقه بغيتو ما يظهرش فيها الشعر غتستعملوا فيها هاد الوصفه، ويمكن لكم تستعملوها كيف قلت لكم في جميع الجسم، وكذلك كتستعمل حتى الوجه. والآن غنمروا للمكونات والطريقة ديال الاستعمال. غنحتاجوا لهاد الوصفه كيف قلت لكم المكونات ديالها بسيطه ونتمنى تكون متواجده عندكم. اول حاجه غنحتاجوا ليها هي نبات السعد. نبات السعد كيكون متواجد عند العطار، ما كيكونش مطحون، ولكن اي عطار يمكن له انه يطحنوا لكم. كيف قلت لكم انا نبات السعد الثمن ديالو مناسب، يمكن لكم تاخذوا الكميه اللي بغيتوا. انا خديت فقط 5 دراهم كافيه، تقريبا فيها مقدار كأس صغير. يعني غتمشيو عند العطار طلبوا منه انه يطحن لكم نبات السعد وغيعطيه لكم مطحون واجد. وغنحتاجوا الكميه من زيت الزيتون والزنجبيل. الطريقه الاولى غناخذوا زيت الزيتون مقدار نصف كأس صغير مع ملعقتين كبيرتين من نبات السعد ونسخنوهم على النار. ملي كيسخن ليا الخليط ديال زيت الزيتون ونبات السعد، بطبيعه الحال غتكونوا زولتوا الشعر من المنطقه اللي بغيتوا ما يظهرش مره اخرى فيها الشعر. من بعد ما كتزولوا الشعر كتاخذوا الزنجبيل كتفركوا به المكان، ومن بعد غنوضعوا الخليط، يعني غندهنوا به المكان اللي زولنا منه الشعر. من بعد الزنجبيل غنوضعوا عليه الخليط ديال نبات السعد وزيت الزيتون بطبيعه الحال من بعد ما كيبرد الخليط. هذه هي الطريقه الاولى. دابا غنمروا للطريقه الثانيه. في الطريقه الثانيه غناخذوا كذلك مقدار نصف كأس من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من نبات السعد مطحون، وغنوضعوهم في واحد القاروره اولا في قنينه. كنوضعوهم في مكان كيكون فيه الشمس لمده ديال 10 ايام. من بعد 10 ايام يمكن لينا نستعملوه. كنوضعوه على المكان، يعني كندهنوا به المكان اللي ما بغيناش يظهر لنا فيه شعر زائد. الطريقه الثالثه واللي هي جد سهله، كناخذوا اي كريم اللي كنستعملوه على الجسم ديالنا، كنوضعوا فيه قليل من نبات السعد وكذلك كندهنوا به المنطقه اللي بغينا. هاد 3 طرق يعني كنستعملوهم من بعد ما كنزولوا الشعر من المنطقه. كل يوم كنستعملوا يعني هاد الوصفه، كندهنوا به المنطقه اللي بغينا يختفي منها الشعر نهائيا. كونوا متاكدين وعلى يقين انه كيعطي نتيجه رائعه وكيعمل على تساقط الشعر، وكذلك كيخفي الشعر من الا كان الشعر يعني غليظ كياخذ شويه ديال الوقت. اما الا كان الشعر ديالك خفيف فهو بسرعه غيختفي نهائيا ان شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، وكيف ذكرت في الاول انها كتصلح لجميع المناطق بدون استثناء في الجسم، جميع المناطق وكذلك الوجه. نتمنى الفكره تكون وصلتكم وكذلك الشرح. حاولت ما امكن انني نفهم لكم الطرق والوصفه كذلك. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش جيم وتشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات مع يسرى. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.